هل تعلم أن البلاط قد يتكسر دون أن يمشي عليه أحد؟ نعم، والسبب في الغالب ليس جودة البلاط نفسه، بل خطأ أثناء التركيب. كثير من الناس يعتقدون أن المهم هو شكل البلاط فقط، لكن المهم حقيقة هو ما يحدث تحته. فعند عدم توزيع اللاصق بشكل صحيح، تبقى فراغات هوائية تحت البلاط، ومع مرور الوقت والضغط اليومي يبدأ البلاط في التصدع أو الانفصال. والصدمة؟ بعض الأشخاص يضطرون لإزالة الأرضية بالكامل بعد أشهر فقط من التركيب، وهنا تبدأ الخسائر: تكسير، غبار، وتكلفة جديدة للتركيب. لذلك لا تنظر فقط إلى شكل البلاط، بل تأكد من جودة التنفيذ أيضا. هل سبق ورأيت بلاطا يتكسر بدون سبب واضح؟ اكتب رأيك في التعليقات.